السلام عليكم. تصريح يبكي الملايين من لالا حسناء، تفاجئ به لالا سلمى وتكشف عن سر خطير يصدم المغاربة. شاهد ماذا قالت. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت تتفق معي أن لالا سلمى أفضل أميرة في العالم، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثارت لالا سلمى الجدل في المغرب بعد دخولها المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية. فقد صرحت لالا حسناء وأدلت بتصريحات نقلتها الإذاعة المغربية وقالت: لقد بكيت بكاء شديدا في ليلة الأمس بعد تعرض الأميرة لالا سلمى لوعكة صحية خطيرة، فنحن عشنا ليلة من أصعب الليالي بالأمس، ولكن بفضل الله تحسنت صحتها كثيرا وسوف تنقل للقصر الملكي خلال الساعات القادمة. فلالا سلمى دائما تفعل الخير، فهي أسست مؤسسات لعلاج المغاربة وخاصة مرض السرطان اللعين، وهي من قضت على الأمية في المغرب، وهي أيضا لديها مؤسسات عديدة لمراكز الأيتام، وهي التي تشرف على هذه المؤسسات بنفسها، وكانت تحتفل وسط الأيتام في هذه المؤسسات في العيد. فهذه هي لالا سلمى التي لا يعرفها البعض، وأدعو من كل المغاربة أن يدعو لها وأن يبارك فيها، لأنها إنسانة حنونة على المغاربة، ودائما تتحدث مع جلالة الملك أن يراعي الفقراء وأن يعطوا لهم في ظل زيادة الأسعار. وفي النهاية، لو أنت محب للالا سلمى اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.